انتبه، في طريقك صيدلي. دخلت صيدلية تشتري علاج، كيف تتأكد ان اللي واقف امامك صيدلي فاهم ومؤهل مش مجرد بياع؟ في علامات بسيطة من اول كلمتين بتعرفك اذا انت امام صيدلي فاهم او لا. تعال اقول لك كيف تكتشف الصيدلي المؤهل. اولا، الصيدلي الفاهم لما تطلب منه علاج ما يصرف لك الدواء ويمشيك على طول، يسألك بالاول لمن الدواء، وهل في حمل أو إرضاع، وكم العمر، وإيش الأعراض اللي تعاني منها بالضبط. ثانيا، الصيدلي الفاهم يركز دائما على التداخلات الدوائية، ضروري يسألك هل تستخدم أدوية ثانية، عندك أمراض مزمنة زي الضغط أو السكر، عشان يتأكد أن الدواء الجديد ما بيتعارض مع أدويتك ويضرك. ثالثا، الصيدلي الفاهم يشرح لك طريقة الاستخدام بوضوح، مش بس يكتب لك حبة باليوم وخلاص، يفهمك متى تأخذ العلاج بالضبط، قبل الأكل أو بعد الأكل، وإذا هو دواء التوقيت فيه مهم يحدد لك بالساعات زي المضادات الحيوية مثلا، لازم يحدد انك تاخذ كل 12 ساعة او كل 8 ساعات، ما يكتب لك الصباح والمساء وبس. وينبهك لو في اعراض جانبية طبيعية ممكن تتوقعها. رابعا، الصيدلي المؤهل يعرف حدوده الطبية، لو شاف ان حالتك تحتاج طبيب بيقول لك بصراحة هذه الحالة لازم تراجع فيها دكتور مختص، ما بيجلس يصرف لك علاجات من راسه عشان بس يبيع. في النهاية، الصيدلي الممتاز مش مجرد بياع أدوية، الصيدلي الممتاز هو مستشارك الصحي الأول. وزي ما الصيدلي الفاهم يبان من أول كلمتين، حتى الدكتور الممتاز يبان من أول 3 دقائق. تابعوني في الفيديو القادم عشان نعرف كيف تعرف أن الدكتور اللي رحت له ممتاز ومتمكن فعلا. ودمتم سالمين، تابعني للمزيد عشان صحة حديث.